السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما يا رب. فيديو جديد، ولو أول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة بقى مع بعض حكاية جديدة وقصة جديدة، وتعالوا بينا نبدأ. يلا بينا. بص بقى، النهارده بيقول ايه معانا النهارده زوج بيقول: انا مراتي مش بتخلف، متجوزين بقالنا 6 سنين ومفيش فايدة. حاولنا كتير بالادوية والعمليات ومفيش فايدة نهائي. اخدت قرار اني هتجوز، وهي وافقت لان ده حقي، لاني ما بقدرش استحمل شعور اني خلاص هفضل طول عمري من غير عيال، والعيب منها هي. فاهم اني مش من حقها تعترض. مستفز، اقسم بالله انت مستفز. مش من حقها ان هي ت... آم، ثواني. بصوا أصل الرسالة كتيرة انتوا فاهمين السطور بقى. من حقها ان هي تعترض. اتعرفت على زميلة معايا في الشغل وحبينا بعض، ووافقت عليا وعملت لها تحاليل وطلعت كويسة، بس كان شرطها عشان الجوازة تتم انها تعيش في شقة لوحدها. بس انا ما كانش معايا فلوس اجيب شقة تانية، فما كنتش فيه ما كانش قدامه غير الشقة اللي مراتي عايشة فيها. فانا قلت لمراتي: عيشي في شقة اهلك، عشان العروسة عايزة شقة لوحدها وأنا مش معايا فلوس أجيب لها شقة. فقالت ف... فقالت له: هعيش فيها لوحدي، لأن أهلها ميتين من 13 سنة، و... واللي ربتها جدتها وبعدين ماتت، وقالت لي ده بيتي، وشدنا مع بعض. طبعا. فقلت لها: لا، ده بيتي أنا، ولو على شوية العفش اللي انت جايباهم خديهم معاكي، انت اصلا ما جبتيش حاجات كتير، وهبقى ما بين كل فترة والتانية هجيلك اسأل عليكي، وابعتلك فلوس كل شهر، واعتبري نفسك اتجوزتي في الشقة اللي هناك، يعني بتاعت اهلها. تمام. وفعلا قعدتها في بيت اهلها، واديتها عفشها، ومتجوز دلوقتي بقالي 7 شهور، ومراتي حامل دلوقتي في الشهر الرابع. فبصراحة انا حياتي دلوقتي كلها بقت مع مراتي التانية، والاولانية دي ما بقتش اروح غير لا ما بقتش اروح لها غير كل فين وفين، وانا لقيت نفسي مع مراتي التانية، وحاسس بجو الأسري، وهبقى ليا طفل. فحاسس الأولانية دي ما بقتش ليها لازمة تبقى على ذمتي، أنا خلاص مش عايزها، وما بقتش بشوفها كتير، فقررت إني هطلعها وتشوف حالها. ففي ناس قالت لي: حرام، بس حرام ليه؟ من حقي أتجوز وأطلق لما ألاقي نفسي مش عايز الإنسانة دي. هل ظلمتها ولا لأ؟ انت جبروت، والله العظيم انت جبروت. وبترجعوا تزعلوا بقى من الستات اللي بتاخد حقها وقتي ومش عارف ايه. ايه ده؟ يعني هي عشان ربنا ما ارادش ان انت تجيب منها؟ يا عم، من حقك ومن حقك تتجوز، وروح اتجوز، بدل الواحدة بنقول 4 مش واحدة بس. تمام. لكن انت ليه دايما بتبقى الاولى دي هي اللي بيتحط عليها؟ ليه دايما ان هي الزوجة الاولانية دي؟ لا، يعني انت بقى عشان خلاص التانية بقت حامل ومش عارف ايه والدنيا. لا، انت على فكرة، انت يعني ربنا يا رب يكملها حملها على خير. انت ممكن تيجي على اخر لحظة واللي بطنها ده لا قدر الله لا قدر الله، خلاص كده شكرا. ربك خلاص. ما حسيتش ان انت ظالمها؟ ما حسيتش ان انت مثلا مش عارف؟ انت بتتكلم حتى كده بقساوة، بجفا. سيبي بقى شقتك وروحي بقى شقة اهلك، وانا عشان انا هتجوز في الشقة دي، ولو على حبة العفش خدوني، انت مش جايبة حاجات كتير اصلا ومش عارف ايه ده. ايه ده؟ ايه ده؟ دي في لحظة حزن ويبقى قلبها مكسور، ويبقى دي ممكن يجرى لها حاجة. ممكن يجرى لها حاجة بسبب الوحدة اللي هي هتبقى فيها. ممكن يجرى لها حاجة بسبب قهرتها والظلم اللي هي اتعرضت ليه. وساعتها انت اللي هتبقى مسؤول. انت اللي هتبقى مسؤول عن الظلم وعن القهر ده. كفاية ان هي تبقى مظلومة بالظلم دوت، وتبقى مقهورة وان هي يا رب انا ماليش غيرك، وتدعي عليك دعوة حلوة كده تقوم لطشاك.
عارف، يمكن ربنا ما ادّاهاش على ما ادّاهاش إن ربنا ما أرادش إن هي تخلّف منّك، ماشي، وأنت عايز تطلّقها. الإنسانة دي ربنا شايل لها حاجات وهيجبر بخاطرها. في ياما ستات، ياما ستات بيبقى هي ما فيهاش حاجة وجوزها ما فيهاش حاجة وما بيخلّفوش، الاتنين، وتيجي ينفصلوا، دي تتجوّز تخلّف وهو يتجوّز يخلّف، عادي. يعني أنت أصلًا يعني هي حرام أصلًا، يعني هي أنت ما تستاهلش إن هي تبقى على ذمتك أصلًا، أنت إنسان يعني مستفز، والله أنت إنسان مستفز. أنا مش لاقية حاجة أقولها لك، فهانهي الفيديو وكده فيديو النهارده خلص، ولو أول مرة تشوفونا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وأقول لكم مع ألف سلامة، باي باي.